السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في اخر اخبار فريق شبيبة القبائل. الف مليون مبروك، الف مليون مبروك الفوز الثمين لفريق شبيبة القبائل في المباراة الودية اللي جمعته مع فريق الرياض البنزرت التونسي. اليوم انتهت المباراة بنتيجة 4 اهداف مقابل لا شيء لصالح فريق شبيبة القبائل. ماتوتي اللي انا راهنت عليه وقلت لكم اللاعب دون يعتبر من اهم ومن افضل الاستخدامات اللي مضت لفريق شبيبة القبائل في هذا الموسم. ماتوتي يحرز هدفين، الهدف الأول في الدقيقة 41 من عمر المباراة، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ونايت سالم في الدقيقة 77 يحرز الهدف الثالث، والهدف الرابع بقدم فاء عمران في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 أهداف لصالح فريق شبيبة القبائل مقابل لا شيء لصالح الرياض البنزرت التونسي. ألف مليون مبروك. التشكيلة اللي لعب بها بوزيدة أيضا تشكيلة رائعة جدا، رحمن وبحكاك داود وأيضا وشارك على عمريش، بالاضافه لماتوتي لعب اساسي في المباراه بتاع النهارده، واحمد معمري وارجم وبلاتشيت. اللاعب ماتوتي ما فيش غنى عنه في اي مباراه. وطبعا المدرب بوزيدي لقى ان اللاعب هشام مختار طبعا مستواه لم يكن في المتوقع. التغيير اللي اجراه المدرب بوزيدي بخروج هشام مختار في الشوط الاول تغيير موفق جدا جدا. اللاعب هشام مختار لم يكن في الكادر او في الكود بتاعه ولم يؤدي بالمستوى المطلوب في المباراه، فاضطر المدرب بوزيدي ان هو يغيره في الشوط الاول. بمشيئة الله تعالى القادم خير، ودايما نتفائل القادم خير بمشيئة الله تعالى. هنتفرج على شبيبة القبائل بأداء مختلف وبأداء مغاير تماما عن المواسم السابقة، وهنتفرج على بطولة أكثر من رائعة وموسم كروي كبير جدا مع فريق شبيبة القبائل. فريق شبيبة القبائل هيعود بقوة، وبكرة أفكركم بمشيئة الله تعالى من خلال الحلقة بتاع النهاردة فريق شبيبة القبائل هيعود بقوة في الدوري الجزائري والدورات العربية، وهيشارك أيضا في البطولات الأفريقية والعالمية. ولو أنت من عشاق وأنصار شبيبة القبائل وحابب تتابع معايا كل الأخبار الرياضية الجديدة والحصرية، الفيديو ده بالذات يستحق منك مليون لايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، واشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.